مش بعرف اصلي الفجر في ميعاده، اعمل ايه؟ بصي، مش هقولك نامي بدري واصحي الفجر، لان مش كل الناس بتعرف تعمل كده نظرا لظروف الحياة. في اللي معاها ابناء ما بينيموهاش، وفي اللي زوجها بيرجع متأخر بعد نص الليل من شغله، فلازم تكون صاحية في استقباله طبعا وتعشيه. واسباب كتير جدا بتجبرك تكوني نايمة في وقت الفجر. بس اللي عايزة تصحى لحاجة مهمة هتصحى، حتى لو قعدت اسبوع ما تنامش. هو الموضوع حله في الإيمان والتصديق واليقين الفعلي بالله عز وجل وبأمر الله، وإني أكون متيقنة ومؤمنة إن الصلاة دي حاجة مهمة فعلا وأهم من أي حاجة في الحياة. الحكاية حكاية تقدير لله يا جماعة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. تارك الصلاة ده أو المتكاسل أو اللي بيأخرها ما قدرش ربنا، قدر كل حاجة في الدنيا اللي هي كلها في قبضة ربنا عز وجل، وخلى ربنا بأوامره وبنواهيه آخر حاجة ممكن يفكر فيها وممكن ما يفتكرهاش أصلا. لو انتي مقتنعة انك هتصحي لحاجة مهمة هتصحي، هتخترعي 1000 وسيلة علشان تصحيكي، هتوصلي لدرجة انك خايفة وقت الصلاة يفوتك وهتصحي، او هتسهري لحد ما تصلي زي ما بتسهري عشان تستني زوجك عشان تصحيه، او بتسهري جنب ابنك كل يوم ترضعيه وتطبطبي عليه. لو اعتبرتي نفسك عندك امتحان، والصلاة امتحان فعلا طبعا وعليه درجات في الآخرة، او اعتبرتي نفسك بتصحي عشان تروحي الشغل او المدرسة او الجامعة، او هتصحي عشان رايحة رحلة مسافرة مثلا بالطيارة تتفسحي، هتصحي. مشكلتنا مع صلاة الفجر اننا مش حاطينها في الاولوية، حاطينها اخر حاجة. صحيت ما صحيتش بقى مش مهم، وانا هعمل ايه يعني؟ هقطع نفسي؟ ما انا بظبط المنبه وما بصحاش، وانا مالي يا جماعة؟ لو امتحان ثانوية عامة مش هتقولي كده، هتفضلي سهرانة، مش هتنامي لحد ما تروحي الامتحان والكتاب في ايدك لحد الصبح. هتخافي تعدي كده من جنب السرير، هتوصي 10 اصحابك يصحوكي، امك وابوكي هيصحوا قبلك عشان يصحوكي، حالة طوارئ. ويا سلام بقى لو مسافرة وفاضل مثلا تلت ساعة على ميعاد الطيارة، يستحيل تنامي، مستحيل. هتخافي تنامي للطيارة تسيبك وتمشي، مش هتستناكي. فكذلك صلاة الفجر، خافي لا تسيبك وتمشي وقت الفجر، وباقي الأوقات كلها مش هتستناكي. الوقت اللي بيروح ما بيرجع لناش تاني. واللي تصحى من النوم تشرب من مية ربنا وتبص في الساعة وتقول ايه ده، فاضل تلت ساعة على الفجر، طب هنام بقى، ولو سمعت الأذان هصحى تاني، أنا مالي فاضل تلت ساعة بحالها، ما هو لو كان أذن دلوقتي وأنا صاحية كنت صليته. لسه هفضل قعداله 20 دقيقة بحالهم، وتنام وتغرق في النوم وتصحى الظهر. ايه ده؟ او ماي جاد، انا ما صحيتش الفجر. سوري يا جماعه، انا صحيت قبله بتلت ساعه فعلا وعملت اللي عليا، بس عمو الشيخ هو اللي اذن وانا نايمه، ما اذنش ليه وانا صاحيه؟ ده كلام؟ ده ايمان؟ دي تقوى؟ ده اسلام برضو؟ لما الف به اسلام مش بعمله، امال هبقى مسلمه امتى؟ لما مكسله اشطف وشي وايدي ورجلي اللي بدخل اغسلهم وادلكهم باللوشن يوميا، واعمل لهم 20 ماسك، واقف الون في وشي ساعه من غير كسل، واجي عند الصلاه وبكسل، يبقى انا استحق اسمي نفسي مسلمه؟ طب استحق الجنه زي الناس اللي التزمت بامر الله وصلوا الصلوات كلها في ميعادها؟ يا ستي لو بتكسلي تتوضي 3 مرات، اتوضي مرة واحدة، اغسلي كل عضو مرة واحدة وخلاص، جائز برضه. المهم تغمري العضو بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى مرة، وكان بيتوضى مرتين، وكان بيتوضى 3، كله ينفع. استخدمي مية السخان لو سقعان، اصحي صلي ونامي تاني. ومع الوقت من كتر ما هتتعودي تصحي الفجر، هتلاقي جسمك بيصحيكي لوحده من غير منبه. ساعة الفجر هتلاقي نفسك بتصحي لوحدك، تصلي وترجعي تكملي نوم او تبتدي شغل اليوم. اقعدي كده مع نفسك وكلمي نفسك، انه الاهم، الصلاة ولا النوم؟ لا طبعا الصلاة خير من النوم. طيب العائد اللي هكسبه من شغلي اهم ولا العائد من الصلاة اهم؟ طبعا العائد من الصلاة اهم، ده الجنة هي العائد، ده رضا ربنا هو العائد. لكن الشغل الدنيوي العائد بتاعه 5-7 آلاف جنيه وهيضيعوا كله، واللي هحوشه هيروح للورثة. المال مال الله، مش هيندفن معايا ولا هيندفن مع حد، لكن الجنة هي اللي بقيالي وهي اللي ليا. الجنة أهم من أمي وأبويا وولادي وإخواتي وجوزي وشغلي، أهم من أكلي وشربي وتعليمي وصحابي وقرايبي. عملي اللي هيدخل معايا قبري مش هما،
هم هيدفنوني ويسيبوني ويمشوا وينسوني خلاص ويتلهوا في حياتهم، لكن صلاتي هي اللي بقيالي. طب بنات المدارس، أمر مدير المدرسة أهم ولا أمر الله أهم؟ لا طبعا أمر الله، لأن مدير المدرسة لو اتأخرت شوية كبيره هيذنبني حصة أو يكتبني غياب وشكرا، لكن مخالفة أمر الله فيها جهنم والعياذ بالله، احنا ما بنهزرش. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انت لو مديرك هددك انه هيلسعك بالشمعة لو ما حضرتيش الطابور الصبح من أوله، هتبتيله على باب المدرسة عشان تروحي في ميعادك. لكن ترك الصلاة على سقر على طول والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فاقعدي كده كل يوم شوية، كلمي نفسك جلسة نفسية، فكري في الكلام ده كله ورتبي أولوياتك وأهمية الأعمال في حياتك. هتلاقي إن الصلاة هي فعلا أهم عمل في وجودك. إحنا جينا عشان نعبد ربنا، مش عشان ناكل ونشرب ونتفسح ونتجوز. كل الحاجات دي حاجات ترفيهية كده عشان تساعدك إن انت تقفي على رجلك وتصلي، لكن أساسا عشان نعبد ربنا ونشكره على النعم اللي وهبها لنا. فالصلاة أهم من أي حاجة تانية ممكن تشغلك عنها. قولي لنفسك طاعة ربنا عز وجل أهم من طاعة أي حد ممكن ياخدك منه. أنا اتكلمت النهاردة كتير، بس حاولت أجيبلك معظم المبررات والحجج اللي بنخترعها عشان ما نصليش. لعل حجة منهم تكون مكسلاكي عن الصلاة فتمس قلبك وتحسي إنها بتكلمك انت شخصيا. ما تنسوش تبعتوا الحلقة لكل حبايبكم عشان تبقى في ميزان حسناتي وحسناتكم. بشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة على قناة كنزي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.